عمرك حسيت انك محتاج ترتب افكارك بس دماغك مش منظمه، او جربت تذاكر او تحل مشكله بس حسيت ان كل حاجه داخله في بعضها؟ طب تخيل لو عندك اداه سحريه تقدر تستخدمها عشان ترتب افكارك، تحل مشاكلك، وتوصل لحلول ابداعيه. الاداه دي هي الخريطه الذهنيه او المايند مابينج. في الفيديو ده هنتكلم عنه، يعني ايه مايند مابينج وازاي بدات، ازاي نستخدمها خطوه بخطوه، وهنطبقها على مشكله حقيقيه، وهل هي فعلا مفيده ولا مجرد رسومات. ببساطة المايند مابينج هي وسيلة عشان توصل أفكارك في شكل خريطة بدل ما تستخدم الكلمات العشوائية. وبدأت الفكرة دي عن طريق عالم اسمه توني بوزن في السبعينات، وكان الهدف منها إنها تخلي العقل يفكر بطريقة طبيعية ومنطقية بدل من القوائم التقليدية اللي كانت بتخلي العقل يفكر بطريقة محدودة. وإزاي بنستخدمها؟ بنجيب ورقة وفي نص الورقة بنحط المشكلة الأساسية أو الفكرة اللي إحنا عايزين نكتبها، ترسم خطوط رئيسية للأفكار المرتبطة بيها، وتضيف فروع أصغر عشان تطور كل فكرة وتوسعها. استخدام الوان ورسومات عشان تسهل الفهم وتحفظ المعلومات اسرع. ودلوقتي هنطبق المايند مابينج على مشكله حقيقيه. تخيل معايا انك عايز تبدا مشروع صغير بس مش عارف تبدا منين. بدل ما تفكر بطريقه عشوائيه هنستخدم الطريقه الذهنيه لتنظيم الافكار. الخطوه الاولى تحديد الفكره الاساسيه، تكتب في نص الورقه مشروع الجديد. الخطوه الثانيه هنرسم الفروع الاساسيه زي تحديد نوع المشروع سواء كان متجر الكتروني وهكذا. تاني حاجه التمويل سواء كان راس المال او مستثمرين او قروض. التسويق زي السوشيال ميديا والاعلانات. المنتجات والخدمات، إيه اللي هنبيعه وازاي يميزنا عن السوق. الخطوه الثالثه نضيف الفروع الفرعيه لكل عنصر، زي تحت التسويق نضيف افكار زي حملات اعلانيه على الانستجرام، او عروض افتتاحيه لاول 50 عميل، او تصوير فيديوهات ترويجيه جذابه. ودلوقتي ده السؤال الاهم، هل هو فعلا موضوع مفيد ولا ده مجرد شغل فنون؟ مميزات الموضوع ده كتير. اول حاجه بتساعدك تفكر بطريقه منظمه بدل ما دماغك تكون فوضويه. تاني حاجه بتسهل عليك استخراج الافكار بسرعه. تالت حاجة بتساعدك تفتكر المعلومات أسرع لأن العقل بيحب الصور والألوان. رابع حاجة مناسبة لأي نوع من أنواع التفكير سواء كانت مذاكرة أو حل مشكلة أو حتى كتابة محتوى. لكن لو مش متعود على الطريقة دي هتحس في الأول إنها صعبة، لكن أول ما تبدأ هتحس إنها فعلا أداة سحرية. وبكده نكون خلصنا الفيديو. الخريطة الذهنية مش مجرد رسم، دي أداة عبقرية عشان تفتكر بشكل أذكى وأسرع. جربها بنفسك، خد ورقة وقلم دلوقتي وابدأ بعمل خريطة ذهنية لأي فكرة عندك. ماشي. إيه رأيكم في الطريقة دي؟ جربتوها قبل كده ولا أول مرة تسمعوا عنها؟ اكتبوا لي في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان نكمل معاكم بافكار اكتر للابداع وحل المشكلات. نشوفكم الحلقه الجايه.